بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أعزائي المتابعين، أهلا وسهلا بحضراتكم. أتمنى تكونوا بخير وبصحة وسعادة. معكم إسلام صقر. فيديو النهاردة بعنوان غزة بين المطرقة والسندان. السيدات والسادة المشاهدين، تابعوني لنهاية الفيديو عشان نعرف أصل الحكاية. فواصل ونواصل. جاهزين يا رجالة؟ جاهزين يا فندم. الله أكبر. غزة بين المطرقة والسندان. الداخل الإسرائيلي بيهتز والدور المصري بيكبر. أول حاجة المظاهرات في إسرائيل. تخيلوا يا جماعة، حوالي 1,000,000 شخص نزلوا الشارع في تل أبيب وحيفا والقدس ضد نتنياهو. الناس مش بس عايزين إنقاذ رهائن، لأ، ده بقى في مطالب سياسية كبيرة. 1. نتنياهو يمشي. 2. يوقف الحرب. 3. ينقذ مستقبل إسرائيل من العزلة الدولية. حتى في ممثلين وشخصيات مشهورة دخلوا في الموضوع وخلوه فضيحة عالمية. لأول مرة الشعب الإسرائيلي نفسه بيحط الحكومة في قفص الاتهام بدل ما يساندها وقت الحرب. الانقسام جوه القيادة الإسرائيلية. نتنياهو ومعاه اليمين المتطرف عايزين يحتلوا غزة بالكامل ويجيبوا حكومة بديلة عميلة ويفتحوا باب التهجير. كمان عايزين يجروا أمريكا للمعركة. والجيش وبعض القيادات التانية عارفين ان الحسم في غزة شبه مستحيل، وبيخافوا من فتح جبهة مع لبنان وإيران، وكمان شايفين ان اي محاولة تهجير هتولعها مع مصر والأردن. يعني باختصار، الحكومة حاجة والجيش حاجة تانية. والنتيجة من ده كله، إسرائيل مش لاقية خطة واضحة. نتنياهو وخطته اليائسة أصدر أمر طوارئ رقم 8، تجنيد شامل حتى للحريديم اللي عمرهم ما دخلوا جيش. الهدف المعلن يدمر حماس، يحرر رهائن، يعمل نظام جديد في غزة. لكن الهدف الحقيقي يفتح مواجهات مع مصر والأردن. طيب إيه المشاكل اللي قدامه؟ حرب الأنفاق ممكن تاكل آلاف الجنود. الرهائن ورقة ضغط خطيرة. الاقتصاد الإسرائيلي بينهار، تكلفة سنوية حوالي 40 مليار شيكل. يعني نتنياهو بيغامر بمستقبل إسرائيل عشان ينجو هو سياسيا. الموقف المصري خط أحمر. مصر قافلة حدودها تماما وبتقولها صريحة: التهجير يساوي حرب. وفي تنسيق مع أفريقيا عشان يقفلوا أي باب للترحيل جنوبا. الجيش المصري عامل تعزيزات في سيناء. وهنا القاهرة طرحت مبادرة: 1. إدارة انتقالية في غزة لمدة 6 شهور. 2. تسليم السلطة الفلسطينية كاملة. 3. إشراف عربي ودولي بما فيهم مصر. يعني مصر مش بس بترفض، لا، دي كمان بتقود اللعبة. أما نيجي نشوف بقى السيناريوهات الجاية: 1. اجتياح شامل بيساوي آلاف الضحايا، زائد حزب الله يدخل، زائد انهيار الاقتصاد. 2. صفقة جزئية يساوي إطلاق رهائن مقابل هدنة محدودة. 3. سقوط حكومة نتنياهو يساوي تغيير القيادة وبداية تفاوض سياسي. وهنا السؤال: ليه الحرب الإقليمية قريبة؟ أولا، أي محاولة تهجير عبر سيناء تساوي تدخل عسكري مصري. ثانيا، الأردن كمان بيرجع للتجنيد الإجباري ومستعد يواجه. ثالثا، إيران وحزب الله مستنيين الجيش الإسرائيلي يضعف عشان يدخلوا. رابعا، أمريكا مشغولة بالانتخابات ومش هتقدر تدعم إسرائيل 100%. لما نيجي نشوف الخلاصة من ده كله، هنلاقي أولا إسرائيل خلاص فقدت صورة الجيش اللي ما بيتغلبش. ثانيا، الداخل الإسرائيلي نفسه قلب على القيادة. ثالثا، مصر ماسكة مفتاح المعركة: لا تهجير، لا مساس بالسيادة، ولا استقرار من غير السلطة الفلسطينية. رابعا، حماس ماسكة ورقة الرهائن. إسرائيل دلوقتي بتحارب في 3 جبهات: غزة، الشارع الداخلي، الضغط الدولي. وفي كل جبهة الخسارة أقرب من النصر. لما يبقى التهجير مشروع إسرائيل، ساعتها الحرب تبقى مشروع مصر. وفي النهاية أتمنى أكون قدرت أوصل الرسالة لحضراتكم. اللهم احفظ مصر وشعبها العظيم من كل سوء. اللهم احفظ جيش مصر وشرطتها. اللهم ارحم شهداء الوطن. عاشت الأمة العربية وتحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.